ما بتعرفيش تنضفيه او تسلخيه زي ما انت شايفه بالشكل ده كده، تعالى اقول لك على طريقه سهله وبسيطه، والله ما بتاخد اي وقت. هاتي لسان العجل زي ما انت شايفين بالشكل ده كده، لازم الماده دي يا جماعه تتشال قبل ما ما يتطبخ. خلاص، ميه على النار زي ما انتم شايفين، هنزل فيها بلسان العجل، وكان في حته كده من من باقي اللسان، وابدا اشيل الريم زي ما انتم شايفين كده. وانا قايله لكم قبل كده في فيديوهات قبل كده، اي حاجه من اكلات المذبح لازم احط لها مواد عطريه. حطيت هنا شويه روزماري وفلفل اسود وبصلايه، وسبته يستوي خالص، لازم يستوي معاكي عشان بعد كده تروحي سلخاه بكل سهوله. شايفين؟ عايزه اقول لك لازم يبقى سخن وانت بتشيليه، ولازم يبقى مستوي. لو عملتيه نص سوا مش هيتقشر معاكي، والجلده بتاعته هتجعمز معاكي. خلاص، هيتقشر بالشكل ده كده، ولازم يا جماعه يبقى سخن وانت بتقشريه عشان يطلع معاكي بكل سهوله. النهارده بقى انا ناويه كده بقى اقطعه لكم بطريقه حلوه عشان نعمله كمان بطريقه حلوه. يلا بينا. خلاص، فين اللايك والمتابعه لتيتا؟ بصوا بقى، لما بيبدا يبرد كده بتلاقي حته صغيره ماسكه كده، لازم تحكيها كمان بالسكينه. والكام قطعه اللي باقيه معانا كده بروح جايبه السكينه ومقشراها زي ما انتم شايفين. خلاص كده بقى، اروح جايبه بقى البلانشه بتاعتك وقطعه بقى طرنشات. عايزه اقول لكم عملت معاكم وصفات كتيره للسان، بس النهارده نويت اقطعه واشيله على الرف في التلاجة علشان نعمل منه احلى وصفات للمذبح، واشوفكم على خير.